برج الجدي يا برج الجدي، تعالى شوف سنة 2026 هتديك حب ولا وجع؟ يا ترى هتديك ايه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، ونتمنى لك السعادة طبعا يا برج الجدي. بس يلا بينا نشوف وجع ولا حب، وما ننساش نصلي على النبي في البداية. برج الجدي، انا جايه اقول لك السنه الجايه مش هتكون سنه سهله خالص، بس بكل رغم الوجع اللي هيكون جواها هيكون فيها برضو لحظات فرح هتغير كل حاجه. اللي جاي مش كله سهل ومش كله صعب، بس اكتر حاجه هتكون محتاجها قلب قوي. يعني لازم ترجع قلبك قوي وتعرف تقف من تاني. فتعالى بقى شوف السنه دي مخبيالك ايه. في اول الشهور كده هتحس ان في حاجة جواك بتتكسر بالبطيء، وانك بتدي كتير لناس مش شايفين قيمتك، وانك واقف في علاقة او صداقة او حتى شغل بتحاول تثبت وجودك، بس اللي قدامك مش مقدرك. الجدي لما بيوجع ما بيعرفش يصرخ، بيوجع في صمت. للأسف لما بيتوجع ما بيعرفش يتكلم، بيسكت. يصرخ جوا نفسه، بيضحك قدام الناس ويتألم لوحده، بيفكر كتير ودايما يقول ليه انا شايل كل ده، ليه دايما انا اللي بتحمل، ليه مش بلاقي اللي يحتوي قلبي. وجعك في 2026 هيجي من خذلان، من كلمة كنت مستنيها وما جاتش، من حد كنت شايفه امان وطلع شخص عابر جدا في حياتك. وده بالاسف كانت صدمة بالنسبة لك، الخذلان كان صدمة بالنسبة لك، ما كنتش مصدق ان ممكن يحصل معاك كده. هيجي وقت وتقف قدام نفسك قدام مرايتك، ودي الصدمة اللي هتصحيك في نص السنة. للأسف هتكون صدمة، بس هتقول لنفسك كفاية، أنا اتبهدلت، أنا استنيت كفاية، أنا حبيت غلط، أنا وثقت غلط وسكت كتير. وهتعمل خطوة محدش هيصدق انك هتاخدها. الجدي هيقفل باب، والباب ده كان طول عمره بيقوله أنا مش قادر أعيش من غيرك، بس هتشوفه على حقيقة للأسف. وهتعرف ان المفروض تمشي، وهتمشي يا برج الجدي، ايوه. واللي ما يحسش بقيمتك اصلا ما يستهلكش. ويوم ما تمشي بقى هنا هتبدأ نقطة التحول. بعد نص السنة ربنا هيعوضك بقوة، وهيجيلك رزق، وهيجيلك فرصة او حب جديد، بس كله هيجي بعد ما تتعلم درس قاسي جدا، درس هيوجعك. هتحس لأول مرة من فترة طويلة انك بتتنفس خفيف ومش قادر تاخد نفسك، لكن هترجع تتنفس وتحس بطاقة حلوة، ومش هتبقى مستني كلمة من حد، ولا هتبقى محتاج حد. وفي الحب بقى السنة دي هيجي فيها حب، بس مش الحب اللي وجعك، لا، الحب اللي هيطبطب، الحب اللي هيخليك تقول كنت فين وليه اتأخرت. هيجي حد يحترم عقلك وقلبك، وهيقدرك ويعرف قيمتك، وهيخاف على حزنك، وهيتكلم معاك بلغة انت فاهمها، لغة الاهتمام يا برج الجدي. وفي اخر السنة هتكون في فرحة تستاهل تستنى عليها. في اخر الشهور كده هتحس انك واقف على بداية طريق جديد، قلبك اتعالج نصه والنص التاني مستني الفرح اللي داخل عليه. وانت واقف ثابت وبتقول انا اتوجعت بس انا اتعلمت، انا اتوجعت بس انا اتعلمت، انا اتكسرت بس انا اتصلحت، اتخذلت بس انا اتعوضت. فخد بالك من قلبك يا برج الجدي، وابعد عن اي حد يستنزفك، وما تبقاش طيب بزيادة ولا تصبر بزيادة. اللي مش بيشوف قيمتك في اول الطريق مش هيشوفها بعدين. واسعى للي يستهلك مش للي بتتمنى انه يستهلك. ودي دعوة ليك. ألهم ارزق مواليد برج الجدي سنة تشرح صدرهم وتعوض خوفهم وتداوج وجعهم. ألهم افتح لهم أبواب رزق وحب وراحة، واكتب لهم فرحة ما بعدها حزن، وجعل 2026 بداية جديدة لقلوبكم. فقولوا يا رب، وان شاء الله حياتكم تبقى مليئة بالحب والسعادة والهنا. انتوا فين؟ اكتب اسم برجة في كومنت وخلص الكلام. سلام.